فيديو تقييم لعيبه الزمالك عقب الهزيمه من انبي 1-0. المهدي سليمان دخل مرمى هدف من ركله الجزاء، كان يقدر يتعامل معاها بشكل احسن، لكن في الاول وفي الاخر ضربه جزاء صد كوره كانت مهمه جدا، كان ممكن انبي يزود الجون الثاني. عمل غلطه في كوره بالعرض. في المجمل يعني ما قصدش حاجه، والله انا مش بطمن ومهدي سليمان واقف في المرمى في الزمالك. وحارس كبير وحارس عنده خبرات، لكن عنده نواقص كتير جدا بصراحه. ربنا يوفقه ويكرمه ان شاء الله ويكمل الموسم معانا على خير بامر الله. مهدي سليمان النهارده يستحق 6/10. محمد ابراهيم ما جاش الملعب، حنكشه زياده عن اللزوم. الراجل كان بيتاخد بيترقص بكل سهوله جدا في ارض الملعب، عنده مشكله كبيره دفاعيا، بيحاول يعوضها بالجرينتا والحماس وبتاع، لكن بيبان جدا ان في ديفو كبير جدا في ارض الملعب. محمد ابراهيم النهارده يستحق 2/10. حسام عبد المجيد ما ظهرش كتير، انبي ما كانش ليه هجمات خطيره، يعني انبي ما كانش في كور صريحه او انفرادات او يعني، لكن حسام عبد المجيد ضيع ضربه جزاء في اخر المباراه، لعب الكوره بقوه شويه. حسام عبد المجيد يستحق 4/10. محمد اسماعيل كان بيحاول يطلع يعمل هجمات لقدام، يعني تحس برضه ان محمد اسماعيل النهارده ما كانش موجود قوي في الماتش، فاداء مش احسن حاجه من محمد اسماعيل. محمد اسماعيل يستحق 4/10 برضه. محمود بنتايج 0/10. محمود بنتايج الجون الاولاني فاول ملوش لازمه عمله، يعني جون انبي اللي جه من ضربه جزاء فاول، عمل فاول ملوش اي 30 لازمه. اداء سيء جدا، ميس باص كتير، مش قادر يجري، عمال يقع كل شويه وبيجري. فمحمود بنتايج 0/10 الحقيقه. احمد ربيع مفيش بدني خالص، مفيش سرعات، مش قادر يجري، مش قادر يتحرك، مفيش خالص. احمد ربيع كنت مستني منه اداء افضل من كده، معرفش بقى المشكله البدنيه دي هتستمر معاه لحد امتى. فاحمد ربيع النهارده شايفه بصراحه يستحق 2/10. احمد فتوح لعب جناح شمال المفروض في بدايه المباراه، بعد كده نزل لعب في نص الملعب شويه، برده ما قدمش المردود بتاع فتوح اللي احنا عارفينه، انه بيحط لك كور حلوه وبتاع. الفرقه كلها النهارده ما جاتش بصفه عامه يعني. لكن مطلوب من في لعيبه كتير بيبقى مطلوب منها اداء احسن من كده، مطلوب منها ان تتشاف بشكل افضل من كده. ففتوح النهارده اديله 4/10. محمد السيد 0/10. محمد السيد زي ما قلت ما ينفعش يبدا ماتش بصراحه. لعيب كويس وعنده امكانيات، لكن بصراحه بيكسل وما عندوش حته الرجوله والغيره والحميه. طول ما عندوش الحته دي هتلاقيه بعيد جدا يعني، وهيروح في سكه سيف جعفر لو فضل بنفس الاسلوب ده وبنفس الاتيتيود ده. عبد الله السعيد راجل لعب النهارده مركز، شويه لعب مركز 8، شويه رجع مركز 10، شويه لعب مركز 6، جاب لك ضربه جزاء في اخر الماتش، عامل سبرنت كده على الراجل. لا، عبد الله السعيد لعيب كبير يا جماعه، لعيب كبير والله، مكسب كبير، بس للاسف الحمد لله. خوان بزيرة واحده من اقل ماتشاته مع الزمالك، رغم انه حاول عمل كورتين ولا حاجه، لكن واحده من اقل ماتشاته مع الزمالك. انبي كان متكتل وكان عامل عليه مان تو مان بشكل كبير جدا. لكن خوان بزيرة ضيع كوره مهمه جدا كانت ممكن تغير سيناريو المباراه. اعتقد خوان بزيرة يستاهل النهارده 2/10. ناصر منسي واحده من اسوأ ماتشاته مع الزمالك من ساعه ما جه الفريق. آه، في انانيه كبيره جدا، عايز يعمل كل حاجه لوحده ومش هيعرف يعمل كل حاجه لوحده. هو لعيب مش مهاري، هو لعيب مجتهد، لعيب ممكن يخلص فرصه قدام الجون، لكن مش هتشوط الكوره في بطن المهاجم كل شويه، مش ترقص لان هي مش شغلتك. فناصر منسي النهارده يستحق 0/10. تغييرات ادم كايد نزل حاول، لكن الفتره اللي ما كانش بيلعب فيها مأثر عليه، فيستاهل 2/10. عدي الدباغ شايفه اشتغل بشكل جيد، شايفه حاول، شايفه بيروح ناحيه الجون. آه، ادم كايد عدي الدباغ سوري يستحق 6/10. يوسف وائل الفرنسي والله نزل حاول وحط كام كوره وحاول يلعب وحاول يمشي بالكوره، يعني اشتغل بشكل في حدود امكانياته، ف5/10. سيف الدين الجزيري زي ما قلت لك لعيب بينزل مكسل بشكل كبير جدا، مش شايله حاجه برضه عشان الناس اللي بتقول لك انت بتصيد له الاخطاء، لكن زي ما قلت لك في كوره اتلعبت من بزيره بالعرض، كان يقدر يرجع بسرعه، ويلم الكوره، فضل واقف ومستني الكوره بشكل غريب جدا. عايز اقول حاجه تانية على حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد بعد ما ضيع ضربه الجزاء يا جماعه، الكوره رجعت له، ادى ظهره للكوره وسابها في ضربه الجزاء. كان يقدر يعمل فولو ويلعب الكوره بسرعه، ما اعرفش، ادى ظهره للكوره بشكل غريب جدا كده، يعني ما اعرفش ليه ايه رد الفعل. طب يلعب الكوره وبعدين حط ايدك على دماغك، يعني حاول تعمل الفولو يعني، فكانت غريبه جدا بالنسبه لي. كابتن معتمد جمال اديله النهارده 0/10، وهو يتحمل نتيجه المباراه رغم ادائه الجيد كل الفترات اللي فاتت. لكن زي ما قلت لك النهارده كابتن معتمد جمال ما قراش الماتش صح، ما غيرش صح، ما درسش فرقه انبي قبل الماتش، ما عرفش السرعات اللي بيلعبوا عليها، ما قدرش يظبط نص الملعب، تركيبه نص الملعب ما كانتش احسن حاجه. فالكابتن معتمد جمال يسأل عن مباراة النهارده بشكل كبير جدا. ربنا يوفقك كابتن في القادم، وماتش وانتهى، ونركز في اللي جاي بإذن الله.